سيد أحمد الشرع بدقيقة ونص. العالم تظاهرت وفرحانين بيوم الانتصار، وكان يوم عظيم وشي عظيم والله. بس لاحظت انت انه مدينة دمشق طلعت اقل عالم طلعوا شاركوا فيها بعد حلب؟ حمص وحمام استثناء. ليش ما سألت حالك ضميرك؟ ما سألت ضميرك ليش أهل دمشق ما طلعوا؟ طبعا من كل اللي طلعوا بمدينة دمشق ما يطلع 20%، شوام ما بيطلعوا 20%. ما راجعت حالك ولا ما بيهمك؟ جماعة الجولاني ما بيهمهم آراء الشعب؟ بعدين اللي طلعت بالمظاهرات والمسيرات هذا الشيء انت بترضاه على حالك؟ ترضى واحد يطلع يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن عملنا ثورة على حكم ظالم فاجر كافر ضد ديننا وضدنا وضد حريتنا. انتوا اللي عم تعملوا شيء، لا يعني شيء قلة أدب. ما حأحكي أكثر من هيك. واحد بيحمل صندوق بويا، هيك أهلك ربوك؟ هيك الثورة علمتك؟ فشرت عيونك تكون الثورة علمتك هيك. انت مبسوط بهالشيء؟ قاعد عم تضحك يعني، فرحان باللي صار؟ بعدين هذا اللي بيطلع ما حاحكي عنه عشان ما زفر لساني، بيقول لك اذا ما عجبتك البلد حق الجواز مني. لا حبيبي، حق جوازك مني، وبلد والبيت اللي بدك اياه انا بشتري لك اياه ونقلع من البلد. يلا، هاي البلد إلنا طلعنا ثورة لنحكي كلمة حق، لنجيب رئيس مثل ما بدها ثورتنا، مو رئيس مثل ما بده الجولاني وجماعة الجولاني وتوظيفات الجولاني وتعيينات الجولاني بالبلد. نحن طلعنا ثورة لنحكي كلمة حق، لنكون كلياتنا ايد وحدة، كلياتنا بلد واحد. يعني على شو بدك الشعب يحبك؟ على الغلاء المعيشة، ولا على الطائفية، ولا على قلة الأدب بينات بعضنا بالسوشيال ميديا؟ ايه ما بدك تطالع قانون تجريم الطائفية، طالع قانون ضب هالنورة اللي عندك؟ والله عيب عليكم، عيب. إذا قالتوا واحد مجنون مجنون، سأل واحد قال له أنت علوي؟ قال له إيه، قام ذبحه. شو التربية اللي وصلتوا له لحتى توصلوا تزرعوا بعقل هذا المجنون كما تقولون إنه العلوي يذبح؟ سوريا للجميع غصبا عنكم، وتشاركية، إن كان هلأ ولا بعدين. سلام.